أجناس لا تأكل ولا تشرب، فقط طلاء أجسادهم بالدماء ولعاب الغنم يكفيهم. التكاثر بينهم يحدث عن طريق الاستنساخ. هل تعرف من هم؟ نحن الآن في حضرة الرماديين، أجناس يقال عنهم أنهم في الأصل بشر، ولكن تحولوا مع مرور الوقت، والوصول إليهم ليس صعبا. الأمر يتعلق بموافقتهم على التقرب منك. يأتوا إلينا من خلال بوابات خاصة بهم. يمكنهم أن يأتوا إليك أثناء النوم وترى نفسك في مكان غريب مع أشخاص أغرب، وهذا ليس حلما. هم يتلاعبوا بك، وهم يتفوقوا على الجان في قوتهم. الجان يضعف أمام الجميع، ولا يمكنه إهدار قوته حتى لا يموت سريعا. إنما هذا الكائنات أجناس منهم يمكنهم أن يجعلوا الطاقة الإيجابية تنتشر في الكون، ولكن تدخل المسيح الدجال بينهم جعلهم يؤمنوا أن البشر هم أعداء الطبيعة الكونية، لأن البشر يحصلوا على القوة من الخارج إلى داخل أجسادهم، على عكس كائنات الرماديين، فهم يتبادلوا الطاقة بينهم وبين الكون. هذا الحجر من الألماس الأسود الخام، ويسمى السيلينديابايت، وسعر الكرات يصل إلى 2 مليون دولار. هذا فقط لسعر الكرات وليس الجرام. الفضل في كل ذلك يعود إلى الله. السؤال الأهم: هل يوجد لدينا كائنات حية؟ أجل، يوجد لدينا كائنات حية، ولكن ننتظر الإذن بالإفصاح عنهم، لأن التزامي بالوعود يجبرني أن لا أتخطى المعاهدة.